الاستضافه اللي اتغير اسمها بقى اسمه استزاره. الموضوع ده شاغلني بقالي اسبوع، وكل ما اجي اتكلم فيه اتراجع، بس هو بجد مضايقني جدا، وهتعرفوا ليه مضايقني لما اقول لكم الاسباب دلوقتي. الاستزاره بقت 15 يوم في السنه، شكرا. اسبوع في نص العام، في اجازه نص العام، واسبوع في اجازه اخر العام. الف شكر يا جماعه، شكرا، اخيرا حنيتوا على الرجاله المحرومين من ابنائهم، وهتخلوهم يستضيفوا ابنائهم في بيتهم لمده اسبوع كامل في نص السنه، واسبوع كامل في اخر السنه. شكرا جدا جدا جدا. بس عندك يا عم الحاج، انت فرحان كده ليه؟ ما تفرحش. ما تفرحش ليه؟ لان حضرتك لو متزوج مش هينفع تاخد عيالك في منزل زوجيتك اللي فيه زوجة الأب. ليه يا عم؟ هي هتاكلهم؟ هتاكلهم. اصل مراتك هتاكلهم. فانت يا سيدي لو متزوج اتصرف بقى، تاخدهم في الشارع، تأجر لهم فندق، تأجر لهم شقة، المهم بص ما يقربوش من مراتك، ما يقربوش من البعبع اللي هياكلهم ده. طب يعني ايه؟ والله اتصرف. طب مش هتاخدهم لو مش كده. ادي نقطة. النقطة التانية، ليك 10 ساعات بحالهم كل شهر. تاخدهم 10 ساعات مرة واحدة يعني؟ لا 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 لا، مرة واحدة اتنين، انت بتهرج. متقسمين 4 مرات على الشهر، ساعتين ونص كل اسبوع كده. طب انا بيت طليقتي بعيد عني يعني، باخد له ساعة رايح وساعة جاي مثلا. طب انا اخدهم استضيفهم فين كده الساعتين دول؟ يعني ده ساعتين، انت بتهرج. والله استضيفهم بقى. طب ده انا مش هلحق حتى اوديهم يزوروا مامتي، ولا ابويا، ولا اخواتي، ولا اخواتي يشوفوهم، ولا اهلي المحرومين منهم يشوفوهم. لا لا، مش شغلنا. طب ايه طيب؟ بالاضافه طبعا الى ان اللي ما بيدفعش نفقه مش هياخد عيال ولا هيشوفهم في الرؤيه. طب يا عم ما بدفعش ازاي؟ ما انا بدفع. لا 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 لا، ما لها حسابات تانية بقى. يعني هم ممكن يعتبروا ان اللي بيدفع عن طريق متجمد ده ما بيدفعش. خلي بالكم من الحته دي. اصلا مفيش اب، مفيش رجل محكوم عليه بنفقه ما بيدفعش. هو بيدفع، بس في كذا طريقه للدفع. في متجمد نفقه بيتقسط، والحوارات دي كلها هم هيعتبروا الناس دي ما بيدفعوش، عشان نبقى واضحين كده. طب ازاي ابقى بدفع علشان اتحسب ان انا بدفع واعرف اشوف عيالي؟ والله مش عارفين لسه يحسبوها ازاي. هيحسبوا ازاي انك ما بتدفعش وازاي انك بتدفع مع ان انت محكوم عليك بنفقه او بتدفع عامه؟ بس هنشوف. مش مهم دلوقتي، مش مهم. المهم عندنا دلوقتي الاستزاره الجميله دي. الاستزاره الجميله يعني انا علشان استضيف عيالي ما اتجوزش. طب وانا مستضيفهم اسبوع عندي، مين اللي هيطبخ لهم وياكلهم ويلبسهم ويغسل لهم هدومهم ويظبطهم يعني؟ اتصرف برضه. طب انا دلوقتي متزوج، اقابلهم في الشارع، استضيفهم في الشارع، اخدهم اسبوع واقعد ابات انا وهم في الشارع. تمام. الله يبارك لكم بجد، الله يبارك لكم. انتوا عمالين بتخترعوا قانون. انا مش عارف والله لو الكلام ده صح. مش عايزين يعني. شكرا. الف 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 شكر، خلوهم لكم اشبعوا بيهم. سلام.